السلام عليكم متتبعين متتبعات قناة مريم. اليوم جبت لكم كيكة كتجي هشيشة، واحد الكريمة اللي كتكون رائعة واقتصادية، وبواحد الكلاص اللي كيجي زوين شكلا ومذاقا. هنا عندنا 2 بيضات، كاس ديال السكر، قبيصة ديال الملح. كنضربوهم مزيان بالخلاط الكهربائي حتى كيضاعف لينا الخليط وكيرجع لينا بيض. كنضربوهم بالضرب، ما كنديروش الدرجة القصوى نهائيا باش البيض ديالنا ما يهبطش. منين كيبيض لينا البيض كنبقاو نزيدو واحد نص كاس بالتدريج، كنضيفو الزيت ونضربو. من بعد كنزيدو كاس ديال الماء وكنبقاو نضربو. من بعد كنزيدو 2 كيسان ديال الدقيق، 3 ديال المغارف صغارين ديال الخميره ديال الحلويات، كنخلطو غير بشويه باش ما نهبطوش داك القوام ديال البيض. من بعد كنزيدو معلقه ديال الخل، كنديروها كنخلطو، كنتحصلوا على هاد القوام ديال الكريم ديال الكيكه، ما كيكونش خفيف وما يكونش عاقد. كنديروه في هاد الطاوه، كنديروه يطيب. من بعد ما كتبرد لينا الكيكه كنسقيها بالحليب ونسكافيه، كنسقيوها مزيان حتى تشرب من كل الجوانب، وكنخليوها تبرد. من بعد كنمشيو للكريمه. عندي كاس ديال السكر، نصف لتر حليب، وعندي هنايا فلون ديال الفاني كتعوضوه باي نكهه بغيتو، وعندي هنايا 3 ديال المعالق او 4 ديال النشا. كنخلطوهم مع البارد ومن بعد كنديروهم فوق النار حتى كي يخسر لينا الخليط. كنزيدو عليه معلقه ديال الزبده وكنضيفوه فوق الكيكه، كنغطيوه بشي بلاستيك غذائي وكنخليوه يبرد لينا. هنايا الكريمه غادي ندير كاس ديال السكر في المولينكس، نص كاس ديال الحليب بارد، ونص كاس ديال الحليب بودره. انايا هنايا نسيت باش نصورو لكم. وهنايا واحد الطريفه ديال الشوكولاط اللي هي اختياريه. كنبقاو نحركوه، كنخلطوه في المولينكس حتى كيذوب لينا داك الحليب والسكر، ونبقاو نزيدولو الزيت بحال غنعملو المايونيز حتى كيخسر لينا الخليط بحال هكذا. الزيت هنايا خدا ليا واحد ما كاملاش نص ديال الزيت. من بعد كنضيفوه على الكيكه ديالنا. من بعد ما بردات كنضيفو ديك الكريمه الفوقانيه، كنسرحوها وكنرش عليها هنايا الشوكولاط البيضه مبشوره. من بعد كتجي بحال هكا، كتجي رائعه لا ذوقا ولا شكلا.